السلام عليكم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام على كل المسلمين الصائمين، نقول لكم أجرا مقبول وذنبا مغفور إن شاء الله. جبت لكم هذه الحلوى نفكركم بها، اقتصادية وسهلة وفي وقت قصير، مع صبيعة العروس هذه راح نديرهم معاكم تستغنوا على عدة أشياء واحدة أخرى. في رمضان وحنا صايمين يهبط لنا السكر ولازم منا ناكلوا الحلو. انا نجيتكم بهذه الحلوى اقتصاديه وسهله، في 5 دقائق تقدري ديريها، يبقى لك وقت قليل قريب قبل من المغرب وتقدري ديريها وتحطيها مع لاتاي تاعك وتسهري بها. نديروها غير بحبه بيض ونبداو على بركه الله. درنا 2 مغارف سكر، 2 مغارف كبار سكر، ونديروا الحبه تاع البيض نتاعنا. هنا لافاني معطر غذائي، الزاز تاع القارص، ونزيدو نعصرو هنا عصير قارص كيف انا نحب ذاك العصير، نحب فيه يعطي لها قو شباب. نبداو الحليب، نديرو هنايا 2 مغارف حليب، 3 4 مغارف حليب باش هنا تجيكم زاكيه، باش تكثر لكم. ونخلطوهم مع بعض، نخلطوهم مليح حتى يدمجوا في بعضهم باش هذاك السكر يذوب. ونديرو الزيت حتى نخلطوا السكر مليح باش نديرو الزيت باش ما يبقى لناش حبيبات. 4 مغارف زيت المائده، زيت المطبخ. لهنا راني نوري لبناتي انا الزيت كي قليت فيها المقروط هذه، انا الزيت كي نقلي فيها نصفيها ونديرها في الفريجيدير، راكم تشوفوا كيفاش تولي تجمد وشوفوا كيفاش هي نقيه. يعني نخلوها تاع المقروط، نخلوها الحلوى واحده اخرى. تاع الحلويات دائما نخبوها، ماشي دائما تخلوا فيها 2 خطرات 3 الا ما كنتش قليتو فيها بزاف. خبوها داخل الفريجيدير، ما نخلوهاش لبرا. ونبداو نديرو في الفرينه. هاني ندير 2 مغارف وندير خميره كيس كامل، خميره تاع الحلوى، ونبداو نخلطو كيما هكا. نزيدو المغارف راني مقبلتهم حتى الفوق. هنايا ما نستحقوش العبر تاع الفرينه، نستحقو هنايا حتى نستحقو على حساب الخليط اللي رانا دايرين، يعني رانا نشفو في الخليط اللي درناه. حبيتو تحسبوا المغارف ها هم قدامكم، راني نديرهم مقبنين. المهم ماهوش المهم المغارف تاع الفرينه، المهم رانا نتحصلوا على الخليط اللي انا مستحقينه. درك نوريه لكم كيفاش يكون الخليط، باش تكون العجينه. هاي هنا بدات تنشف، مازالت هنا جايه. نزيد هاي بدات تقلل هنا في يدي، لخاطر ما نخلوهاش جاريه وما نشفوهاش بزاف. لخاطر الفرينه كي نحسبها لكم هنا كانت بالك المغرف اللي تعبروا بها قادره تكون كبيره شويه ولا تكون صغيره، والحبه تاع البيض قادره تكون كبيره ولا تكون صغيره. المهم نتوما العجينه كيفاش تكون في يدكم. ودرك نوريكم القوام نتاعها. هاي بديت شفت بس هنا ما نزيدلهاش، يعني بديت بيدي ندير، راكم تشوفوا مازال تلصق في يدي. سمحوا لي شويه نفست على التصوير. هاي كيفاش مازالت لاصقه في يدي، بس كل العجينه كي نحيها من يدي شويه تجبد، تعاود تجبد روحها تنشف. هنا راهي مازالت تلصق في يدي. هنا باش هذا هو السر تاعها، اللي تجينا الحبات خفاف. كاين بزاف يديروها يقولوا لي لا جاتنا ثقيله وتجينا هكا، وهو هذا هو السر تاعها، ما تنشفوش العجينه. هنا
درت في يدي الزيت باش رفدت العجينه، هي جبدت روحها شويه نشفت نحطوها كيما هكا. الزيت هنا كونوا منقصين للفرن البنات، هذه ماشي كيما المقروط تقولوا يتحل لكم، هذه مش راح تتحل. نقصوا للفرن مليح، راكم تشوفوا كيفاش راني نوريكم، هو نقص وهم بعد هما يطلعوا، راكم تشوفوا كيفاش يطلعوا. درتهم غير رقاق وشوفوا كيفاش طلعوا، يتنفخوا حتى راكم تشوفوا كيفاش تنفخوا. والخميره درتها كامله. السر نتاعها الزيت ما تغصبهاش وتبقى يبقوا خضرين للداخل وما يتنفخوش. والسر الزاوج هي الخميره كي درتها في ديك الحبه درت الباكي كامل، راكم تشوفوا يولوا خفاف كيما الريشه. لهنا انا درت فيه قديوره صغيره باش ما نديرش في العريضه في المقله وتدي لي الزيت بزاف تتفركت الزيت. حبيت نحب نقلي فيها هذه القديره الصغيره تشد لي الزيت. هنا تجي الزيت بزاف ويجوا مغطيه الحبات كي نحطهم في الاول، ومن بعد شوفوا كي خفافوا كيفاش طلعوا فوق الزيت. راكم تشوفوا كيف راهي مازالت العجينه تلصق، حتى ندير يدي في الزيت باش نرفد العجينه. ولا هنا كي نحطهم من الزيت ما نرفدهمش قباله ونديرهم في الحسل، ومن بعد يتشمخونا ويطلقوا رواحهم. نحطهم كيما هكا في الطبسي، ماشي نخليهم حتى يبردوا. والحسيله راهي هنا دافيه، هما يكونوا دافيين والحسيله دافيه. الحسيله ما يسخونه تغلي وهما ماشي نرفدهم من المقله ونحطهم قباله في الحسل يتشمخونا. ما نديرولهمش كيما المقروط نرفدوه قباله من الزيت ونحطوه في الحسل. هذو نحطوهم بجيه ماشي حتى يبردوا، يكونوا دافيين. بيد ما راني انا حطيتهم وراني درت هذوك الحبات رجعت راني غطستهم، ما بطيتش عليهم بزاف وما رفدتهمش من المقله قباله. هنا شوفوا الزيت كيفاش تطلع، على خاطر هذيك الخميره اللي تكون في الحبات هي اللي دير هذا التفاعل تاع الزيت تطلع كيما هكا، دير هذا الفقاعات. اللي هنا درتهم شغل تكعيكات، تحبوا ديروهم يعني هما عريسات هم سبحولي، هما صبيعات العروسه يجوا هكا بالطول، بصح تحبوا ديروهم تكعيكات مدورين تقدروا تشكلهم كيما تحبوا نتوما. يعني نغطس يدي في الزيت كيما هكا ونرفد العجينه، على خاطر بزاف قالوا لي ديروا العجينه ناشفه ومن بعد يتحلوا لهم وما يطلعوا لهمش بزاف ويجوا يابسين للداخل ناشفين. احنا قد ما خلينا العجينه هكذا جاريه قد ما هما طلعوا. اللي هنا بعد ما قطستهم كاع في الحسل انا حنزيد لهم الحسل باش ندير لهم جلجلان. خاطر هكا تحطوهم نتوما تخلوهم يقعدوا حتى 4 ايام 5 ايام يشدوا رواحهم. كي تجبدهم تقدروا تفرغوا عليهم كيما هكا الحسل من الفوق وديروا لهم جلجلان. تحبوا تخبوهم كيما راه لهنا باش ندير جلجلان. انا جلجلان ما نحمصوش، نحبو يبقى هكا يعطي ديك البيوضيه مع الحموريه يجي شباب، ونحب ديك الريحه نتاعو هكا كيما راه بلا ما هو محمص. راكم تشوفوا يعطي له الجلجلان شكل شباب ويعطي له ريحه شابه. هكذا دوروا كاع الجلجلان هاو كيفاش جا. نقسمها مع بناتي هذو مدورين كيفاش جاونا هكذا. راهي لداخل راكم تشوفوا لداخلها فيها السكر، ما تقولوش ماشي كما المقروط لازم تشرب الحسل حتى للداخل، وكي تخلوها تبطى هي تبقى تشرب في ذاك الحسل للداخل ما تجيكمش مرخيه، تبقى شاده روحها. ماشي كما ديروها سخونه دفعه واحده ومن بعد تترخى لكم الحبه. قلب قلت لكم لهنا هاي الطبسي تاعي اللي راح نحطوه مع لاتاي. راني وجدته خلطت ذوك الكعكات مع هذوك صبيعات العروسه. شوفوا كيفاش جاو، الله يبارك شهيدكم في الجنه. واقتصادي وسهل، وديروا لوليداتكم حاجه بالطبع وخدمتوها بيديكم. شوفوا كيفاش جاو الله يبارك ما شاء الله. حتى لو كان عندكم تقدروا تزيدوهم تشبحوا الميدان تاعكم. واللي ما عندوش باش يزيد حاجه واحده اخرى غير هذه تكفي وتوفي. راهي حلوه فيها الحسل فيها جلجلان
الله يبارك. وتحطيه ميتك، ما تحطيش لاتاي وحده فارغ، تحطيه مع من تجوزي. كل واحد يدير على مقدوره، كل واحد يدير وش يقدر. شوفوا كيفاش جاو من الداخل، جاو خفاف 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 كيما الريشه. حتى كي حطيتهم في الحسل بالك راكم لاحظتوا كيفاش طلعوا فوق الحسل. نقول لبناتي الى اللقاء، ربي يتقبل صيامنا ويغفر خطايانا، ونقول لكم فطوركم وسحوركم بالصحه. الى اللقاء، نبقاو مع الفيديو. الى اللقاء في الفيديو الجاي ان شاء الله.